تخيل كده، انت على باخرة نيلية فخمة ماشية وسط المية الهادية. الشمس بتلمع والناس حواليك جاية تستمتع برحلة العمر. ضحك وموسيقى وكل حاجة شكلها مثالي، لحد ما تحصل الصدمة. صرخة بتشق الهدوء، حد اتقتل، والمركب اللي كان جنة اتحول لمسرح جريمة. الليلة دي كانت مشهودة بجد. جاكي، البنت اللي اتكسرت بعد ما صاحبتها لينات خطفت خطيبها سيمون واتجوزته، كانت موجودة. في لحظة غضب طلعت مسدس وضربته في رجله قدام الناس كلها. فوضى وتوتر. سيمون اتصاب وجاكي انهارت واتحطت تحت المراقبة وادوها مخدر علشان تهدأ. الناس نامت والهدوء رجع للمركب. بس الصبح لقوا لينات مقتولة في سريرها، رصاصة في راسها. هنا بقى دخل المحقق بوارو، راجل بلجيكي بيشوف اللي الناس ما بتشوفوش. بدأ يراجع كل اللي حصل وبيسأل كل راكب على المركب. يعني عندنا اللي عندهم كره أو دافع لقتلها: جاكي صاحبة الضحية وخطيبة جوزها السابق، سيمون الزوج الجديد واتصاب ليلة الجريمة، المحامي بانينغتون كان بيسرق فلوس الضحية، الخادمة لويز كانت بتبتز القاتل واتقتلت بعدها، الروائية سولومي كانت هتفضح القاتل بس اتصفت قبل ما تتكلم، السيدة فان شوايلر عندها هوس بالسرقة ووشحها لقوه ملفوف حوالين المسدس. ده غير الممرضة بوورز والشيوعي فيرجنسون وبنت الروائية، كلهم عندهم أسرار وكره. وخلي عينك دايما على التفاصيل، لأن الحقيقة ساعات بتستخبى في أبسط حركة. بس يا ترى بوارو هيقدر يربط الخيوط؟ ولو انت عرفت، اكتب اسم القاتل وهنعمل لك مفاجأة. ده اللي نعرفه مع فيلم تو كليك، في أعماق واحد من أعظم ألغاز أغاثا كريستي، وفيلم Death on Denial. تابعونا في الفيديو الجاي علشان تعرف القصة كاملة.